عارف انت ليه عمال تخسر في البورصه من ساعه ما بدات؟ عشان انت بتبص دايما على الصوره الصغيره، عشان انت بتبص تحت رجليك، عشان انت عايز تكسب النهارده، عشان انت لما بيطلع حد يقول لك مش مهم تضحي بمكسب، بس المهم انك ما تخسرش، ما تسمعش كلامه. فبتيجي بعد فتره بتقوم كسبان لك كويس، وتيجي تروح تقول له شفت، وتطلع له لسانك شفت انا كسبت ازاي، ويجي بعدها بفتره دب تقوم الدنيا مقلوبه، وتلاقي نفسك طلعت خسرت كل اللي كسبته، وخسرت من راس مالك. يا جماعه الموضوع مش موضوع مين الصح ومين الغلط، لكن عشان تحافظ على راس مالك لازم تتعلم تفكر باللونج تيرم، تتعلم تفكر بطريقه طويله الاجل. وطويله الاجل مش لازم 10 سنين يا سيدي، طويله الاجل يعني ما تبقاش انت كل تفكيرك النهارده بكره الدي تريدنج، هشتري النهارده ابيع اخر الجلسه، هشتري النهارده والحق ومارجن، وتحرق في دمك واعصابك، وانت عارف حرقه الاعصاب عامله ازاي لو انت جربت حاجه زي كده، او لو انت لسه مستمر عليها. خليك على المدى الطويل. عايز تحترف بورصه صح، تفهمها مظبوط مليون في المية، ومعاك كوتش يفهمك لو مش فاهم، اتفرجت على الدروس ما فهمتش يشرح لك وتساله ويشرح معاك ويتواصل معاك، ابعت لنا على الواتساب اللي على الشاشه ده، هنعلمك البورصه من الزيرو ونخليك محترف.